السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. عاملين ايه في الجو البرد ده؟ اكيد متكتكين. وعشان كده عملت لكم وصفة النهاردة. هنعمل مع بعض النهاردة ألذ واجمل سحلب ممكن تعملوه وتشربوه في الجو ده. مفيش احلى من كوباية سحلب سخنة كده تدفينا واحنا قاعدين قدام التلفزيون. وهنعمل كمان خلطة السحلب من مكونات موجودة عندنا في البيت، بطعم احلى واغنى بكتير من الجاهزة اللي بنشتريها من بره. تابعوا معايا الفيديو للآخر وتعالوا نشوف طريقة السحلب. في البداية هنحضر مع بعض خلطة السحلب. هنحتاج كوباية من الرز المطحون أو دقيق الرز. طبعا الرز المطحون اللي أنا استخدمته هو جاهز، أكيد ممكن تستخدموا الرز اللي موجود عندكم في البيت. وبالنسبة للكوباية اللي هنستخدمها تقدروا تستخدموا أي كوباية، بس المهم يكون عندنا العيار بنفس الكوباية. ومهم جدا ان الرز المطحون اللي هنستخدمه يكون ناعم قوي كده زي الدقيق. بعد كده هنحتاج كوباية من السكر البودرة، كوباية من الحليب البودرة، كوباية من الكريم شانتيه البودرة، وتلات ارباع كوباية من نشا الذرة. وان شاء الله اسيب لكم كل المقادير مكتوبة في صندوق الوصف تحت الفيديو. وربع كوباية سمسم محمص، ومعلقتين طعم جوز هند بودرة وبنجيبه من عند اي عطار، ومعلقة كبيرة فانيليا. وللتزيين مكسرات مشكلة مجروشة، وزبيب، وشوية من الجوز الهند الضوافر او الحمام. دول كده هنخليهم على جنب، مش هنحطهم في الخلطة، هنخليهم للتزيين في الاخر. خطوة مهمة قوي هنا، لازم ننخل كل المكونات كويس علشان ما يبقاش فيها اي تكتلات خالص. وكل معلقة ناخدها من بودرة السحلب يكون فيها من كل المكونات اللي احنا حاطينها. لو دي الرز الجاهز مش موجود عندك، قبلها بيوم هنغسل الرز كويس قوي وبعدين نصفيه من المية وننشفه. هنفرده على فوطة مطبخ نضيفة ونسيبه ينشف تماما. وبعد كده هنطحنه في مطحنة الخلاط او الكبة. وقبل ما نطحنه بنتأكد ان الرز ناشف تماما من المية، ولازم تطحنوه ناعم قوي زي اللي وريتهولكوا في الفيديو. وبالنسبة لطعم جوز الهند البودرة، لو مش موجود تستغنوا عنه وتحطوا مكانه جوز الهند العادي، انما الفانيليا اساسية في الوصفة ما ينفعش نستغنى عنها. وبالنسبة للمكسرات انا بحب اخليها على جنب، ما بحطهاش مع الخلطة. بحب احطها ساعة التقديم علشان ما تطراش من الرطوبة، وكمان علشان اللي بيحب السحلب من غير مكسرات. هقلب الخلطة مع بعضها كويس وكده هتبقى جاهزة. دلوقتي هحطها في برطمان يكون محكم الغلق، وطبعا نتأكد ان هو نضيف مفيش فيه اي ريحة تانية علشان ما يكرفش، ونتأكد ان هو ناشف مفيهوش ولا نقطة مية. هنعبي بودرة السحلب في البرطمان ونقفله كويس. ما شاء الله زي ما احنا شايفين الخلطة دي بتعمل كمية كبيرة جدا، وطعمها احلى واغنى كتير من الجاهزة اللي بنشتريها من بره. وبالنسبة لتخزين بودرة السحلب، لو في الشتاء زي دلوقتي بنحط البرطمانات في دولاب المطبخ عادي، اما لو في الصيف هنحط البرطمان في التلاجة. تعالوا بقى نعمل مع بعض كوبايتين سحلب كده تحفة. هنحتاج اللبن اللي هو الحليب السايل. حطيت 3 كوبايات حليب سايل، ولو مش موجود ممكن نستخدم الحليب البودرة. بتحط لكل كوباية مية معلقتين كبار من الحليب البودرة. وهنا هحط لكل كوباية لبن معلقتين كبار من بودرة السحلب. انا هنا حطيت 3 كوبايات حليب، حطيت لهم 6 معالق من بودرة السحلب. وتقدري كمان تحطي نص لمقدار مية ونص حليب، علشان احنا حاطين حليب بودرة في الخلطة اللي احنا مجهزينها. بعد كده هقلبهم كويس قوي على البارد، وبعد كده برفعهم على النار. ونستمر في التقليب علشان ما يعملش معانا اي تكتلات. واول ما اشوف الخليط يبدأ يغلي هوطي النار شوية واسيبه يغلي من دقيقتين ل3. وهدوق السحلب واضيف السكر على حسب الرغبة. انا زودت معلقتين كبار سكر، هتضيفوا السكر على حسب رغبتكم. هقلب السكر كويس مع السحلب، وبعد كده هطفي عليها النار وكده يبقى جاهز. وهو ده القوام بتاعه اللي احنا عايزينه. لو بتحبوا قوام السحلب بيكون خفيف شوية، هنحط لكل كوباية حليب معلقة ونص من خلطة السحلب. هنغرفه في الكوبايات، وشايفين قوامه حلو جدا وبيتقدم كده وهو ساخن ولذيذ. عايزة اقول لكم ريحته وطعمه تجنن. مفيش احلى من كوباية سحلب جميلة زي دي تدفينا بالليل. تقدروا تضيفوا شوية من جوز الهند الناعم مع السحلب وهو بيغلي. وبعد كده زينتهم بالمكسرات، شوية من المكسرات المجروشة
وجوز الهند الضوافر، شوية من الزبيب او رشة من القرفة. التزيين بقى زي ما تحبوا، تقدروا تحطوا شوية من المكسرات دي وتقلبوهم بالمعلقة في الكوباية وتستمتعوا بأحلى كوباية سحلب. لذيذة جدا ومغذية وطعمها حلو وتدفينا بالليل. جربوها وقولوا لي رأيكم في التعليقات، ومتأكدة ان شاء الله هتعجبكم جدا. زي ما شفنا بتعمل كمية كبيرة وطعمها احلى واغنى بكتير من اللي بنشتريها جاهزة من بره. وكده خلصنا الفيديو بتاعنا. بتمنى ان الوصفة تكون عجبتكم، ولو عجبتكم الوصفة ما تنسوش اللايك للفيديو والاشتراك في قناتي وتفعيل جرس التنبيه على الكل علشان يوصلكم كل جديد. كنت معاكم نرمين علي من قناتي مطبخ اونلاين نرمين علي. استودعكم الله واشوفكم ان شاء الله على خير في وصفة جديدة. سلام عليكم.